السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مصطفى شعبان وكريستينا. طبعا بعتذر ساعة وصول بيلاروسيا ما عدتش شايف فيديوهات. طبعا شايفين شكلي اتغير تماما، ده نتولد شعري طول. انتوا ما تعرفوش أي أخبار عني، ما تعرفوش إيه اللي حصل معايا. ممكن ناس بسيطة اللي تابعت الانستجرام مثلا بتاعي أو بتاع كريستينا، هي كانت منزلة بعض الصور، أنا نزلت بعض الصور. هي نزلت ان احنا انفصلنا. طيب انا من اخر فيديو نزلته ان انا وصلت بيلاروسيا، الناس ما تعرفش اي حاجه، وانا قررت احكي اللي حصل. انا وصلت متاخر اليوم ده، رحت قعدت في فندق كده. المهم تاني يوم الصبح رحت لها بيتها. مش عايز اقول لكم، كانت مقابلة وحشة جدا. المهم ان انا اتقال اطلع بره وامشي يعني، وطبعا ما كنتش بصور او حاجة لان حاجة زي دي يعني مش هينفع اصورها. المهم ان انا اتطردت يعني من بيتها. شفت بنتي بصة سريعة كده. عايز اقول لكم ان انا كان في جيبي 66 دولار، وكنت دافع منهم اوتيل بتاع 20 أو 25 دولار. فنزلت من عندها من البيت، اقسم بالله ولو بنتي كل اللي في جيبي او كل ما احتكم عليها 40 دولار. صعبت عليا نفسي جدا. المهم شفت اوتيل رخيص، مش هكدب عليكم، اللي انا قاعد فيه دلوقتي بقالي 7 أيام أو 8 أيام بصرف وباكل بشرب منين، بفتح لايفات تيك توك، والهدايا اللي بتجيلي في الجوالات هي دي اللي انا بصرف وباكل وبشرب منها. ربنا يعلم ان انا مش بكدب عليك الكلمة. نفسي اشوف بنتي طبعا. المهم في يوم صحيت، هي كريستينا بعتلي رسالة بتقول لي بكرة الساعة 11 هبعت لك لوكيشن تجيلي فيه. فبقول لها لوكيشن ايه ده يا كريستينا، او اجيلك فين؟ برضه مش يعني احنا متخانقين، فانتي مرة واحدة تقولي لي هبعت لك لوكيشن تيجي فيه. فبقول لها لوكيشن ايه ده؟ فبتقول لي ده عشان ورق الطلاق. طبعا انا اقسم بالله كل ده مفكره في ظهري وغلاوة بنتي. لا كريستينا يعني طب انتي سبتيني شوية وقلت اروح الاوتيل، قلت يمكن تهدي كذا كذا كذا، يعني انتي بتتكلمي بجد؟ قالت لي هتيجي ولا لأ؟ قلت لها لأ. مش عايز اقول لكم انا مش عارف هي هتعمل ايه او هتفكر ازاي او ايه الاجراء اللي هي هتاخده. فعلا انا مش عارف. انا كل اللي اعرفه ان انا في دولة تانية لوحدي تماما، عندي مشاكل كبيرة قوي هنا، مشاكل في الإقامة، مشاكل في المصاريف. الناس المغتربين المصريين في الخارج عارفين ان البنك المصري بره بيسمح لك بالكارت انك تسحب 100 دولار في الشهر. فانتوا متخيلين 100 دولار في الشهر دي خلصت من رابع يوم انا هنا ولا 5 يوم. طبعا حياتي هنا شبه ملغية. قاعد في أوضة 2 متر في 2 متر أو 2 في 3 متر، والله الحمام ده باب الأوضة ودي البلكونة، 2 متر من الباب لهنا، والسرير صغير، هوديك الأوضة. ما كانش عندي نفسية إن أنا أطلع أتكلم. خلي بالكوا أنا اتحسنت كتير نفسيا يعني. أنا كنت ممكن أعمل الفيديو ده أول ما الموضوع حصل، بس كنت هتشوفوني بشكل مش حلو، كنت هتشوفي نفسيتي مش حلوة. الحمد لله اللي انا اقدر اقوله ان انا قربت من ربنا جدا 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 جدا، فضل ونعمه من عند ربنا الحمد لله. مرتاح ان انا قريب من ربنا. موضوعنا وكريستينا يا جماعه في مشاكل انتوا عارفينها. هو دلوقتي احنا يعني خلاص منفصلين رسمي يعتبر. موضوع الطلاق يعني انا معرفش هي خدت خطوه ولا لا، ما معرفش
بس هي قالت لي تعالى زي المحكمة أو المكان اللي هما بيطلعوا فيه، أنا ما رحتش. أما بخصوص الشغل اتكلمنا أنا وهي. بصوا ده رزق بنتي الشغل، فشغلنا مش هيقف لسببين. السبب الأول إن في شركة مسؤولة عننا، الشركة دي مش بالسهل تقول لها يلا باي باي، لا في شرط جزائي وفي شروط كتير وفي بند في العقد ان اي خلافات شخصيه ما تاثرش على مصلحه العمل. وطبعا انا لا هدفع شرط جزائي ولا هي هتدفع شرط جزائي، فاحنا اتفقنا شغلنا زي ما هو. الناس بتسالني احنا بننزل الشغل ازاي، او ازاي مثلا على التيك توك انا بنزل فيديو وهي بتنزل فيديو، او على اليوتيوب او هكذا. يا جماعه احنا الشركه بتخلي لكل واحد في شخص اسيستنت، يعني شخص مساعد ليه. في شخص انا ببعت له الفيديو هو بياخده بينزله، هي بتبعت الفيديو لشخص تاني بياخده بينزله، لكن هي مش بتبعت لي انا، ومش هي اللي بتنزل. يعني هي مش تكتب عربي، وفي نفس الوقت هي مش هتعرف تمنتج عربي، فهي بتبعت الفيديو لحد بيمنتجه بينزله، انا ببعته لحد بيعمل ايديت وبتاعه بينزله. فعشان بس الناس تبقى فاهمه المعلومه دي كويس قوي 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 قوي، شغلنا ملوش اي تاثير او ملوش اي علاقه عن خلافاتنا الشخصيه، لان اي رزق بيجي ده رزق بنتنا، في بنت معانا، فطول ما بيجي لنا استفاده ماديه مصدر رزق من عند ربنا ما ينفعش نقفله. وده اللي اتكلمت انا وهي فيه، انفصلنا وكل حاجه بس شغلنا ما يقفش، واتفقنا على كده. وما عنديش اي مشكله، هي هتنزل فيديو انا هنزل فيديو، هنفضل مصطفى شعبان وكريستينا يا جماعه اللي الناس عارفاهم، بس للاسف مش هنكون كزوج وزوجه، هكون كأب للبنت وهي هتكون كأم للبنت. بس صعب يكون في بينا فيديوهات، يعني صعب تلاقوا فيديو احنا الاتنين مع بعض. يعني مش عايز اقول مستحيل، ممكن حاجه فكره تجمع او حاجه، لان اتفقنا لو جالنا اعلان او جالنا حاجه مصدر رزق مش هنقول لا. بس عشان تبقوا فاهمين، انا في بيلاروسيا هحاول الايام الجايه ان انا افكر في حاجه اعملها، محتوى يعجبكم في الشارع، ننزل نالف في الشارع، نشوف الشعب، نتعرف على الشعب، نزور اماكن، نزور مناطق. بس حاليا اللي انا اقدر اقوله لكم ان انا فعلا حياتي هنا مش الطف حاجه، مش زي ما الناس متخيله. انا قاعد مقضيها وخاربها وعايش عيشه حلوه قوي، والله العظيم اقسم بالله. انا من هنا يا جماعه عايش على اقل الامكانيات، مش اقتصادي، اقل من الاقتصادي. يعني انا بصوا ممكن الناس ما تكونش مصدقاني، يعني اقول لكم على حاجه، انا هوريكم. عشان دي مثلا الاوضه اللي انا قاعد فيها هي كده خلصت، سرير صغير زي ما انتم شايفين، مكتب تمام، وده باب الاوضه وده الحمام. هي دي الاوضه. انا بقى عايش وباكل وبشرب ازاي؟ تعالوا اوريكم. بصوا يا شباب، ده بسكوت، جبنه، والله العظيم عيش زي التوست، وده نوعين جبنه وبسكوت. يعني عشان بس الناس متخيله ان انا مثلا عايش عيشه الملوك، او ان انا بضحك عليكم او بصطنع مشاكل. انا والله العظيم شنطتي اهي، دي حياتي يعني. فدعواتكم فيما هو قادم، اطمن الناس عليها عشان كانت الناس بتسال عليها كتير. وانا بفتح والله لايفات تيك توك، لو حابين في اي وقت تعالوا لي، يعني دعمكم يهمني ويفرق معايا الايام دي. واللي انا عارفه ان كريستينا في فيديوهات هتنزلها الايام الجايه كتير من الشركه، ده اللي انا عارفه. والله العظيم ما اعرف الفيديوهات دي فيها ايه، بس كان لازم اتكلم واعرف الناس انا بعمل ايه ووصلت لايه، ومحتاجكم تقفوا جنبي. وان شاء الله اطمنكم على اموري، وادعوا يا رب اشوف بنتي على خير عشان وحشتني يعني. شكرا لكم.